معك تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله أخت مها. أهلا وسهلا فيك، تفضل أخي كريم. يزيد فضلك أختي. في موضوع أنا كان قدمته للشركة من قبل ووعدت إني بتجاوب، لكن للأسف إلى الآن ما لقيت أي تجاوب. تفضل أستاذي، ممكن توضح لي أكثر؟ أوكي، اللي هو موضوع الرسائل الخاصة بالأعياد والمناسبات والأشياء اللي خاصة بالعربية اليمنية الشقيقة. نحن ما لنا دخل بأي أشياء من هذه، إذا كانت انتخابات وأي إعلانات أخرى. أنا قدمت هذا الطلب إن إحنا ما تعنينا هذا، فيعني احتراما لمشاعرنا واحتراما لقتلانا وشهدائنا في الجنوب، وعدت بتجاوب إني لحد الآن، لكن للأسف ما فيش أي تجاوب. طيب أنت يعني طلبت مننا إنه ما نرسل لك أي نوع من الرسائل؟ نعم أي رسائل خاصة بالعربية اليمنية الشقيقة. نحن على ود واحترام وإخاء ما اختلفنا، لكن هناك أشياء أمور صارت إن احترام لدماء يعني أهالينا وآبائنا اللي كل يوم يذبحون بسبب هذا العقد اللي صار بيننا وبين الدولتين. فوعدت أنا بتجاوب من حضرتكم، لكن إلى الآن ما فيش أي تجاوب يعني، والأمر مسخرة يعني واستهزاء. كل يوم رسالة بناء يمن جديد وانتخابات وما أدري إيش من شركة هذا، ونحن يعني مضطرين إن احنا نشترك في شركات بهذه الخدمات من قوات الاحتلال، ولا ما كان ودنا لكننا مجبورين. فرجاء يعني من باب الأخوة والإنسانية تقدرون مشاعرنا في هذا الأمر. طيب ممكن تعرفني أولا على اسمك الكريم؟ أنا اسمي متعب عبد الله، موجود عندك، أنا صاحب الشريحة. أهلا وسهلا فيك أخ متعب. أخ متعب طبعا إحنا يمن واحد في الأول والأخير. لا اسمعي أختي الكريمة، يمن كلمة يمن واحد نحن على مدار التاريخ، أنا مش أدخل في نقاش لأنه مش وقته. يمن واحد كوحدة سياسية عبر التاريخ ما كنا يمن واحد، وعندنا أدلة وبراهين تثبت هذا. إنما هذه المهزلة اللي صارت بعد 94 من تزوير الحقائق والتاريخ برمته ويمن واحد، ما كنا يوم من الأيام يمن واحد، ونتحدى أي أحد يثبت إن احنا كنا يمن واحد في يوم من الأيام. طيب الآن المطلوب إنه إحنا ما نرسل لك هذه الرسائل نهائيا، يعني أي رسائل خاصة أي رسائل خاصة بقضايا العربية اليمنية من انتخابات أو احتفالات أو أي شيء، أنا ما تعنينا كشعب جنوب برمته، ما تعنينا هذه الأشياء. طيب ممكن تنتظر معي دقيقة على الخط أتأكد لك من هذا الرقم؟ أوكي. لا عذبة وحدة ولا أنا وحدوي، قولوا يا ساري أو من أصحاب اليمين، أنا انفصالي رغم أني الوحدوي، والمدعي الكذاب عثرها سنين، ياخذ من الوحدة فقط خيراتها، والشعب ياكل شعب ولا. شكرا انتظارك أستاذ متعب. طبعا بالنسبة لرقمك هذا أنا الآن برفع لك تقرير إلى القسم المختص بحيث ما تستقبل ولا أي رسالة، سواء كانت يعني من هذه الرسائل اللي أنت طبعا بتتكلم عنها، أي رسائل من الشركة ما تصلك إن شاء الله مرة ثانية. إن شاء الله. أنا رفعت لك الآن تقرير من القسم المختص. أوكي، شكرا على التعاون. أنا وعدت من قبل بهذا الشيء، لكن للأسف ما تم تنفيذه. طيب إذا استقبلت رسائل مرة ثانية بهذا الخصوص، طبعا أنا بلغي لك كل رسائل الشركة ككل، يعني سواء كانت عروض سواء كانت أي شيء ثاني ما تصلكش مرة ثانية إن شاء الله. يكون أحسن عشان مشاعرنا يعني، ونظل شعبين شقيقين بود وإخاء يعني. إن شاء الله أخي الكريم نظل شعب واحد. خدمة أخرى أخي متعب؟ لا شكرا، بس كلمة شعب واحد شوية كذا ثقيلة. لا مش ثقيلة إن شاء الله. لا ثقيلة، لا من الماء العذب إن شاء الله. لا ما فيش، لأن صراحة وصلت المرحلة الأمر يعني الواحد يشعر بالإشمئزاز والتقيؤ منها، فما طيب. سوري. في الأول والأخير أستاذ متعب، طبعا أنت لك رأيك وأنا لي رأيي الخاص، وكل الشعب طبعا كل واحد له رأيه الخاص. له رأيه الأخير لا شكرا أختي. في الأول والأخير لنا طبعا كل واحد له رأيه، وإحنا أكيد بنحترم رأي كل شخص. أكيد. أخرى لك؟ لا تسلم، بس لو كان تحترموا رأينا كان فكينا الارتباط من زمان. طيب أهلا وسهلا أخ متعب، وشكرا لاتصالك وسبافون، مع السلامة. يلا شكرا.